ومن ألذ الحلويات السهلة والسريعة لقمة الباشا، تحلية تركية بمكونات بسيطة بدون فرن ولا جنواز ولا بيض. فأول حاجة كناخد بلاطو كنفرغ فيه كمية مهمة من الكوك أو جوز الهند وكنحطها على جنب، وفي كاسرونة كنفرغ نص سيطرو من الحليب مع 3 المعالق من السكر، 3 من الدقيق. كيف كتشوفوا المعالق كيكونوا عامرين مزيان، وحوالي 2 معالق كبار من الكاكاو، طبعا يكون نوعية مزيانة باش يعطينا بنة لهاد الوصفة. وباش نصحوا الذوق ما نساوش رشيشة من الملح. كنخلط هاد العناصر مزيان على البارد وكنحط الكاسرونه فوق النار حتى يعقد القوام، وكاضافه كنزيد القليل من الشوكولاط الاسود، ممكن تعوضوا غير بالزبده. ومباشره كنفرغ الكريمه فوق من الكوك وكنقادها مزيان من الوجه وكنحطها في المجمد حتى تماسك الكريمه، وكنطالي فوقها الكريمه السائله المخفوقه وكنرش عليها بحبيبات الشوكولاط وكنقطعها شرائط تكون عريضه، وكنبدا نوري فيها حتى النهايه بالاستعانه طبعا بالسباتولا. هذه الوصفه واخا تبان لكم معقده شويه راها سهله في التحضير، وهكذا كنتحصلوا عليها بهذا الشكل النهائي الرائع. كنتمنى تعجبكم وتجربوها.